اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية القرار الروسي الأمريكي حول وقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والنظام السوري خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تساعد في مسيرة الحل السياسي في البلاد. وكما أوضح المجلس أن طموحه المركزي أن تكون هذه الهدنة خطوة نحو تراجع العنف ووقف نزيف الدم وتخفيف معاناة الشعب. قال مسؤول أممي أن المنظمة الدولية نفذت أول عملية إسقاط لمساعدات من الجو على مدينة دير الزور، حيث شملت المساعدات على 21 طنا من المواد الغذائية للمدنيين الذين يحاصرهم تنظيم الدولة الإسلامية. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده من حيث المبدأ لهدنة وقف إطلاق النار في سوريا، ولكنه أبدى قلقه من أن تصب في صالح النظام السوري. وطلب أردوغان عدم التمييز بين الإرهابيين الصالحين وأشرار في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب في خانة الحركات الإرهابية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده دعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حيث جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية. وكما أضاف الأسد مواصلة بلاده الحرب وبلا هوادة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من المنظمات الإرهابية، حيث ترى دول عدة في إعلان الوقف المؤقت لإطلاق النار فرصة لبدء التسوية السياسية في سوريا، فيما تشكك أخرى إضافة إلى أطياف المعارضة بنجاحة هذا الاتفاق في ظل استثناء جبهة النصرة منه بسبب تشعب وجودها في الأرض وسيطرتها على مناطق متشابكة مع فصائل معارضة تصنف بأنها معتدلة. أقدم الطيران الروسي على استهداف بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، حيث أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين، وقد أدى القصف إلى تدمير بعض المنازل والمحال التجارية. ويذكر أن ريف حلب الغربي والشمالي والجنوبي يتعرضون للقصف بشكل يومي بالعديد من الغارات الجوية من قبل السلاح الجوي السوري والروسي.